السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم طبختنا واكلتنا تليتلي محمر مجمر الله الله كي عرفتوا من العنوان. هنا بديت نقلي في الدجاج حتى ياخذ هذه تقليه خفيفه. حمروا شوي على السريع. وهون بديت نعمل الماء تاع تليتلي باش نغلي فيه. هنا طريقتي فيه تليتلي نغليه شوي نص طياب ومن بعد نفوره، مش تحمسه وديرو، لا هذيك الطريقة تدي الوقت. جربوا الطريقة هذه وان شاء الله تعجبكم. غلوه شوي نص طياب في الماء، غلوه شوي في نص طياب ماء وملح وشوي زيت وريقة. من بعد فوروه، غلوا نص طياب من بعد فوروه صيرة واحدة وخلاص. والمرقة عادي نقلي هنا الدجاج، شوية دجاج نقليه. ولهنا ريحة شوية طماطم في الأشوار تاعي، ريحة طماطم بصل، شوي بصل مزودوش، طماطم وبصل ثوم فلفل شايح. عندي هنا الحمص وريقة رند، ملح فاح، طماطم صبرة. هذه هي مقادير ساهل ماهل وعالسريع، يعني 10 دقائق او اقل ذات تكونوا حضرتوه. خير ما تتفوري وديري ومن بعد حطي فيه لاصوص، يعني كل واحد وطريقته، كل واحد وكيفاش. بس احنا هذه الطريقة سهلة وان شاء الله تعتمدوها، واكيد كاين البعض منكم يعرفها. الطريقة هذه سهلة، فيها والو تعقيدات شوي بركن. لازم تقلوا الدجاج وجود بالموجود، يعني كل واحد على حسب العائلة تاعه. انا عائلتي صغيرة، طرفين دجاج يوفوا يكفوا. كل واحد وعائلته، كل واحد عدد الافراد تاعه. وجود بالموجود، حتى كون عائلة كبيرة ولا حاجة جود بالموجود دائما نقولكم. انا ندير حتى بلا لحم بلا حتى شي، صوص عادي ندير هكا يجي هايل طيب البن في اليدين اكيد. بس يلا راح نكمل نقلي الدجاج، من بعد نحط عليه ريحتهم في الاشواط صدي ما حكيت لكم. يتقلوا شوي مع بعضهم، نحط ملح والفاح، ومن بعد نحط طماطم صبرة، وفي الاخر نحط الحمص والرند ونمرق بالماء سخون اكيد. تمرق بالماء سخون، تمرق اكيد بالماء سخون باش ما يتحجرش الحمص. بس هنا البنات بديت نقلي في طماطم مصبرة وطماطم والبصل ريحته في الاشوار، وراح نزيد الحمص والرند. خليهم يتقلوا مع بعضهم الكل. يجي هايل البنات، جربوا بالطريقة هذه، يجي هايل روعة. هنا البنات بعد ما قلوا مليح البنات تسرف التقلية، نديروا شوية ما تزودوش الماء، شوية برك.
ما تشوفوا البنات سكروا عليه الكيكوت مدة ربع ساعة، حاجة كمان ربع ساعة 20 دقيقة. هنا البنات وبدا يغلى الماء تاع التليتلي، نحط هنايا وريقات رند، ملح، شوي زيت، ما تزودوش الزيت. وهذه الصوص بدات تتفشفش يا عيني على نار متوسطة اكيد البنات، ما تقووش النار ياسر على الصوص، لانه شويه ما درت لها تاع الصوص صرف التقلي البنات كما قلت لكم. وهنا الماء غلا تاع التليتلي، صب تليتلي ونحرك البنات. يعني لمدة 5 دقائق 4 دقائق، تخلوه نص طياب البنات، ومن بعد نصفوه ونديروا له شوي زيت او زبدة اللي عندك، ندير له كركم ونفوروه بس. البنات هاو صفيت التليتلي نتاعي، درت له شوية كركم وشوي زيت ونخلطه، وحطيت له هنا شوية ماء يغلي باش نفور تليتلي. يعني ساهل دقائق، وعلى حسب نوعية التليتلي تستعملوها. انا استعملت سيم، عفوا مش سيم، سفينة، انا استعملت سفينة. وانتم على حسب التليتلي ذوقوا البنات، ذوقوا حبة تليتلي لازم تصفوه نص طياب، ذوقوا ما تستغربوش يعني بالطريقة، او ان شاء الله تجربوها وتعتمدوها ان شاء الله دائما. سهلة سهلة على السريع، يعني خدامة مريضة مزروبة ثم البنات ثم يطيب ثواني، في ثواني مش في دقائق، في ثواني يطيب ليه. وتفوروه تفويرة السريعة، وهذا هو. ها البنات الصوص حضرت معايا، نحلها شوي فلفل قرنين من فلفل. وهنا نحيت الدجاج حمرة في الكوشة، وهنا خليت تكتك فيها الفلفل يطلق البنة الحرور في الصوص، والزيت هي تخثر تشد بعضها. وهنا حطيت تليتلي فوق واحد 5 دقائق ولا 4، كل طبخانة هو ما يشدش 10 دقائق البنات، كما قلت لكم سهل وسريع. والبنة ما نحكي لكم، مش ننصحكم تجربوه، هايل البنات، روعة روعة. خلي الصوص تاعي تكتك، الفلفل هكا والزيت يتخثر تشد بعضها، ونحمر الدجاج. نلتقي في صحن التقديم ان شاء الله. هاوليكم حبيباتي تليتلي حضر معايا، انا زينته بحبيبات بطاطا قليتهم، وانتم اللي عندكم زينوه. حابين بيض تقلوه، عفوا بيض تغلوه، زيتون، فلفل حلو، اللي عندكم زينوه. انا حمرت الدجاج في الكوشة، زينته بحبات بطاطا كما قلت لكم. اللي عندكم التزيين اختياري، المهم في البنة حبيباتي الطعم خرافي روعة. المهم حبيباتي ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة والفيديو، استمتعتوا معي. المزيد من الفيديوهات في فيديو لاحق وجديد مع مطبخ وتدابير سجاد. شكرا حبيباتي على المتابعة والمشاهدة.
سلام.